السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد خير خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم. علشان نعرف قصة النهارده تعالوا نشوف الفيديو ده مع بعض. لا ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإلى القوم إلا تخرصون إن تتبعون إلا الظن وإلى القوم إلا تخرصون قل بالله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ده بقى الشيخ وليد مهساس مقرئ في مسجد أبي بكر الصديق في الجزائر، ربنا يحفظه ويديله الصحة وطولة العمر. كلنا شفنا الفيديو اللي انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن الغريب انه في بعض الصفحات الرسمية او بعض الناس بتتكلم عنه على اساس انه الموضوع كان مخترع او الموضوع كان قصة مؤلفة. يعني مش عيب عليك، ده احنا شفنا الفيديو بنفسنا وشفنا المصادفة بنفسنا. انت ازاي بتقول انه في علاقة ما بين القطة والشيخ، ان هو مثلا اكلها وشربها قبل ما يطلع يقرا في المسجد ولا حاجة؟ بالمناسبة ده كان حفل قرآني وهو كان بيقرا فيه، مش صلاة تراويح ولا تهجد ولا اي صلاة، لا ده كان حفل قرآن هو بيقرا فيه الشيخ وليد مهساس. ففي بعض الناس قالت بانه الشيخ ده صاحب القطة مثلا، او انه مثلا تعاون معاها كويس قبل ما يصلي فهي راحت له مرة ثانية. لا لا لا، دي حاجة اسمها كرم الله عز وجل للعبد، كرم من كرامات الله عز وجل للعبد، لانه هو انسان بيرفق بالحيوان، بيرحم الحيوان، فربنا كرمه بالمشهد اللي احنا شفناه ده كله. ربنا كرمه الكرم ده كله علشان خاطر هو رفيق بالحيوان. النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن القطط قال انها من الطوافين عليكم والطوافات. فيعني عيب عليك انك تتكلم في اي انسان عنده صفحة رسمية يطلع ويتكلم ويقول بانه الموضوع مخترع او قصة مؤلفة. اللي انت بتفكر بس في الترند والكلام الفاضي ده. اولا الشيخ لم يدلي باي تصريح لاي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي او اي قناة تلفزيونية. الشيخ ده لو عايز يطلع ترند كان زمانه على 1000 قناة، مش هقول لك على 100 قناة، كان زمان مستضاف على 1000 قناة إذاعية ووسائل التواصل الاجتماعي، وكان بقى ترند نمبر 1. الفيديو اللي انتشر بطريقة فظيعة. فالشيخ اصلا مش باص على ترند ولا غير ترند، ده موضوع عفو وهو عارف انه حاجة من عند ربنا، وهو اللي اتكلم عن الموضوع ده بنفسه. تعال اسمع. تبقى الحادثة عفوية كما كانت عفوية في لحظتها وآنها. ديننا أمرنا بالرفق واللطف بالحيوانات وبغيرها من المخلوقات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المخلوقات الرقيقة الطيبة الجميلة: إنهن من الطوافين عليكم والطوافات. كانوا يطوفوا في المسجد تاع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يحسنون بالصحابة، هذا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم الأمر الثاني، أوضح بأنني لم أصرح لأي وسيلة إعلامية، ولن أصرح، يعني ما كانش الأمر الذي يصرح به، الأمر عادي وعفوي إن شاء الله تبارك. بالمناسبة في ناس كتيرة بترفق بالحيوان وبترحم الحيوان، خاصة المشايخ، واحنا بنشوف الحاجات دي على مواقع التواصل الاجتماعي، بالخصوص كمان للحيوانات الأليفة. ولكن الشيخ ده بالذات ربنا كرمه على أعين الملأ جميعا. الشيخ ده في حاجة بينه وبين ربنا عز وجل، فربنا جزاه خير الجزاء، ربنا جزاه خير الجزاء. بالنسبة احنا شخصيا ما لناش غير الظاهر وربنا ليه الباطن. احنا ما شفناش من الشيخ ده غير كل خير، راجل صالح، راجل تقي، راجل بيؤدي حق الله عز وجل، راجل متدين ومؤمن. فاحنا لينا الظاهر ونقدر نحكم على الشيخ ده بانه انسان صالح، انما الباطن ده بينه وبين ربنا. بالعكس ده هو اثبت لك بانه الباطن بتاعه ابيض ونظيف. لما ربنا كرمه عز وجل وجزاه خير الجزاء اثبت لنا ان الراجل ده من جواه ابيض ونظيف وبيعمل لله كتير، ورحمته للحيوان ورفقه بالحيوان ده كان كرم من الله عز وجل ليه. انما ما يجيش حد عايز يشوه الصوره ويغيرها ويشوش على اللي حصل علشان خاطر كل تفكيره في الترق. يا باشا انت تفكيرك في الحياه الدنيا وامور الدنيا، ما تعرفش حاجه عن كرم الله عز وجل.